العالم الجميل بتاعنا ابو 7 قارات ده في حاجات كتير فيه ممكن نكون ما نعرفهاش او اغلبنا اصلا ما بيجيش في باله ان هو يسأل عنها. ففي الفيديو ده جمعت لكم شوية مقتطفات كده على ذوقي من الحقائق والمعلومات دي، هنتكلم عنهم مع بعض طول الفيديو، وفي منها حاجات غريبة وحاجات انا متأكد ان انت هتكون اول مرة تسمع عنها. فيلا بينا نبدأ على طول. عدد السكان في العالم اللي عايشين على كوكب الارض دلوقتي هو تقريبا 8 مليار نسمة متوزعين على لحظة واحدة. انا عشان اقول لك العالم فيه كام دولة ال 8 مليار دول متوزعين عليها فيها حوار دي. تقول لي ليه يا عم؟ هو ايه الحوار في كده؟ ادي الكرة الارضية هنمسك فيها كل قارة نشوف فيها كام دولة ونجمعهم كلهم مع بعض في الاخر يطلع لنا عدد دول العالم. ارد عليك واقول لك ان الامور مش ماشيه بالبساطه دي، لانه احنا بنعد هتقابلنا شويه خوازيق كده، زي دول مثلا مش مستقله او دول واقعه تحت احتلال دول تانية، وفي مناطق بتطالب ان هي تنفصل عن دول معينه وتبقى دوله لوحدها، وفي اراضي غير معترف بيها، وفي اماكن عليها نزاعات بين دولتين. ففي كل الحالات دي واحنا بنعد دول العالم هنقعد نسال عند كل واحده هي دي تتحسب دوله ونعدها معانا ولا لا. هنا العدد هيختلف ووجهات النظر هتختلف حسب المصدر، عشان كده برضو انت لو دخلت دورت بنفسك مش هتلاقي رقم صريح. ودي حاجات زي اقليم كاتالونيا اللي عايز ينفصل عن اسبانيا، ومثلا صومالي لاند او اقليم ارض الصومال اللي بيعتبر نفسه دوله مستقله عن الصومال، لكن في نفس الوقت صومالي لاند اصلا غير معترف بيه كدوله، ودوله الصومال بتقول ان دي اساسا جزء من اراضيها التابعه ليها، وحاجات زي كده بقى كتير في كل دول العالم. بس خلينا يعني مثلا نقول ان عدد الدول الاعضاء في الامم المتحده، ومعنى عضو في الامم المتحده يعني دوله معترف بها رسميا قدام العالم كله، هم 193 دوله، زائد كمان دولتين كمان عندنا اسمهم دول تحت المراقبه او دوله غير عضو، يعني مش واخدين اعتراف كامل كدول زي اللي الاعضاء الرسميين بياخدوه، والدولتين دول هم فلسطين والفاتيكان. وعايز اقول لك كمان ان افريقيا هي اكتر قاره في العالم فيها دول ب 54 دوله، في الوقت اللي فيه اقل قاره هي امريكا الجنوبيه ب 12 دوله بس. وبالكلام عن الدول كده، ما عمركش فكرت هي ايه اجدد دوله في العالم؟ في وقت تصوير الفيديو ده اجدد دوله في العالم هي دوله جنوب السودان اللي انفصلت عن السودان سنه 2011، وده زي ما قلت لحد وقت التصوير، ممكن لغايه ما الفيديو ينزل تكون دوله جديده انفصلت، الله اعلم. وتاني اجدد دوله في العالم بعدها هي كوسوفو اللي انفصلت عن صربيا سنه 2008. ودي كده قايمه باجدد الدول في العالم لحد دلوقتي وتواريخ تاسيسها. ودلوقتي خلينا نبص بصه كده على شويه تفاصيل واحصائيات عن دول العالم. فلو فكرنا مثلا ايه اكتر دوله في العالم فيها براكين نشطه، هنكتشف ان هي دوله اندونيسيا، اللي هي اصلا عباره عن شويه جزر موجوده في جنوب القاره الاسيويه، وفيها 129 بركان نشط. ومعلومة على جنب كده بعيدا عن قصة البراكين دي، فاندونيسيا هي اكتر دولة في العالم فيها عدد مسلمين بحوالي 220 مليون مسلم، يعني تقريبا 13% من عدد المسلمين اللي عايشين في العالم كله موجودين في اندونيسيا. واكتر دولة في العالم بتنتج رز هي الصين، اللي بتنتج تقريبا 200 مليون طن رز في السنة، اللي هي نفسها برضو اعلى دولة في العالم في انتاج القمح اللي بتنتج منه 130 مليون طن في السنة الواحدة. ولو نفضنا للرز والقمح وبصينا بقى على الحاجات اللي بتزغلل العين زي الذهب، هنلاقي ان اكتر دولة في العالم بتنتج الذهب هي الصين برضو، اللي بتنتج في المتوسط 370 طن ذهب في السنة حسب اخر احصائية اتعملت. بس الصين في سنة 2016 تفوقت على نفسها وإنتاجها كان وصل للقمة بتاعته لما أنتجت في السنة دي 455 طن ذهب. بس في حاجة أنا متأكد إنك عمرك ما فكرت فيها، وهي إيه أكتر دولة في العالم عندها حالات انتحار؟ الدولة دي هي ليسوتو، ودي عبارة عن بلد حبيسة جوه أرض دولة جنوب أفريقيا، وبتحقق ليسوتو أعلى نسبة انتحار بحوالي 72.4 حالة انتحار لكل 100,000، بمعنى يعني إن كل 100,000 شخص عايش في ليسوتو في تقريبا 72 واحد منهم بينتحروا. وعلى فكرة في مؤشر اسمه مؤشر الأداء البيئي أو الإي بي آي، والمؤشر ده بيقيس كام حاجة كده جوه كل دولة، زي معالجة مية الصرف وإزاي بيتخلصوا من الزبالة، وقد إيه نسبة استخدام البلد دي للطاقة المتجددة ومنع الغازات اللي بتعمل احتباس حراري زي ثاني اكسيد الكربون. والمؤشر ده بيدي رقم او درجه معينه للبلد في كل مجال من دول، وبعدين بيجمع بقى الدرجات دي كلها في الاخر عشان يطلع لنا كده ترتيب لدول العالم من الانظف للاقل. وده هو الترتيب اللي دلوقتي في اللحظه دي بتتصدره الدنمارك كاكتر دوله نظيفه في العالم. وطبعا الجماعه الدنماركيين ما صحيوش في يوم وليله لقوا نفسهم بطل العالم البيئي، لكن ده كان نتيجه شغل سنين وسنين من بنى الفنادق الصديقه للبيئه او المراكب اللي بتشتغل بالطاقه الشمسيه، وزياده اعتماد على الاكل الاورجانيك او العضوي في البلد.
وتبديل اي حاجه مؤذيه للبيئه ببديل ليها يحافظ على البيئه. ومش شرط يعني ااكد عليك ان كندا هي اكتر دوله في العالم عندها بحيرات، لان دي حاجه انت لوحدك هتفهمها بمجرد النظر لخريطه كندا اللي فيها 879800 بحيره. ومش بس كده، دي كندا كمان في الترتيب الاول بتفرق بفرق 600000 بحيره عن البلد اللي موجوده في المركز الثاني اللي هي روسيا. وروسيا غلبانه بالنسبه لكندا، فيها بس 201200 بحيره. بس اكتر دوله في العالم بقى عندها جزر على سواحلها هي السويد اللي فيها 221831 جزيره. ما بيعدوا الحاجات دي ازاي يا جدعان؟ مين اللي قاعد يعد جزر السويد واحده واحده؟ اما بقى اكتر دولة امان في العالم فهي مش اي حاجة من اللي هيجي في بالك دلوقتي، هي دولة ايسلندا. واستعد بقى للكلام الجامد اللي انت هتسمعه دلوقتي. ايسلندا حصل فيها بس 4 جرائم قتل، 4 بالعدد، في اخر 20 سنة. وغير كده كمان فمعدل الجريمة عموما في ايسلندا قليل جدا، ومفيش جرائم يعتبر بتحصل، لدرجة ان ضباط الشرطة وهم ماشيين في الشارع ما بيبقوش شايلين سلاح معاهم، والظابط منهم بيبقى سايب السلاح بتاعه في العربية، في حالة انه اضطر يستخدمه هيبقى يجيبه، لكن هو في الغالب ما بيحتاجوش. ده غير ان ايسلندا اصلا ما عندهاش جيش، ومع ذلك ما فيش اي حد طبعا ممكن يهددها لان هي عضو في حلف الناتو. والمعلومة بقى اللي عمرك ما هتصدقها اصلا غير لما تتأكد انت بنفسك، هي ان اخر مرة والمرة الوحيدة اصلا في تاريخ ايسلندا اللي اتقتل فيها واحد برصاص من الشرطة كانت في سنة 2013، لما كان في ساعتها راجل سكران واقف في البلكونة وعمال يضرب نار بشكل عشوائي وممكن يموت حد من الجيران او اي حد ماشي في الشارع، وضرب نار حتى على ضباط الشرطة اللي كانوا رايحين عشان يقبضوا عليه، فهو اللي اجبرهم وما سابلهمش اي حل تاني غير ان هم يقتلوه عشان ما يموتش هو حد. انت متخيل بقى ان جهاز الشرطة الايسلندية ده اللي اتأسس سنة 1778 من ساعتها لحد النهاردة ما اضطرش ان هو يقتل اي حد بالرصاص غير واحد بس، وفي سنة 2013 الناس هناك طيبين قوي وما بيعملوش اي جرايم. يعني تقريبا كده ممكن نقول ان ضابط الشرطة في ايسلندا دي عبارة عن اكتر وظيفة مملة في العالم كله. بس ده كله برضه ما يمنعش انك في اليابان هتبقى في المكان الوحيد على وجه الارض اللي ممكن تاكل فيه بطيخة مربعة. والجماعة اليابانيين بقى بيخلوا البطيخ مربع كده عن طريق ان هم بيجوا على البطيخة وهي لسه مزروعة وبتنمو وبتبدأ تاخد شكلها، وبيقوموا محوطينها بصندوق ازاز مكعب عشان يبقى هو ده القالب اللي البطيخة تنمو فيه وتاخد شكله. واليابانيين اكيد مش بيعملوا كده روشنة ولا هم غاويين يتعبوا نفسهم وخلاص يعني، بس البطيخ المربع بيكون اسهل بكتير في التخزين والنقل والرص في الثلاجات. وعلى سيرة الزراعة يعني، فجرينلاند هي البلد الوحيدة في العالم اللي عمرها ما هتنضم للفيفا، بسبب ان الجو هناك برد جدا وما بيعرفوش يزرعوا والنجيلة مش بتطلع، فهم مش هيعرفوا اصلا يعملوا ملاعب. يعني سبحان الله، هم اسمهم على الورق جرينلاند وهم اساسا ما عندهمش نجيله. ومفيش اي دوله في العالم دلوقتي اسمها بيبدا بحرف الدبليو. وانا بقول كفايه كده قوي لحد دلوقتي، مع ان كان في حاجات كتيره تانية ممكن اقولها، بس انا عن نفسي دماغي اصلا بدات تسيح من كميه المعلومات اللي داخله في بعضها وما لهمش اي علاقه ببعض. لكن عايز اقول لكم برضو ان انا استمتعت جدا جدا بالتحضير للفيديو ده وكميه المعلومات الجديده اللي انا عرفتها وشاركتها معاكم. والاكيد كمان ان انا هكون اسعد بكتير من اللي انا فيه دلوقتي لو انتوا كمان عجبكم الفيديو وطلبتوا مني جزء تاني منه بمعلومات جديده جولة تانية حوالين العالم. فانا مستني رأيكم. وبس يا سيدي، في اللحظة دي اقدر اقول ان كل الكلام اللي كنت محضره للفيديو ده خلص خلاص. يا ريت يكون الفيديو عجبك، ولو عجبك فعلا ما تنساش تعرفني الحوار ده من خلال ان انت تنزل تدوس لايك وتشترك في القناة من تحت الفيديو لو ما كنتش مشترك. واخر حاجة بسيطة خالص هقولها لك قبل ما الفيديو يخلص، لو كنت اول مرة تشوفني خش كده خد لك لفة في باقي الفيديوهات اللي موجودة على القناة وان شاء الله هتعجبك. وبس كده، سلام.